النهارده هعمل معاكم سلطة الرنجة بالطحينة بمكوناتها السهلة البسيطة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناة. اول حاجة هنعملها هنا جبت رنجة وحطيت عليها مية سخنة مغلية من الكاتل، ما بحطهاش على النار عشان ريحتها ما تملاش المكان، وبتبقى افضل طريقة هي المية السخنة المغلية، وهتتنضف معانا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. وهنشيل الراس بالسلسلة وهنبتدي نخليها ونشيل اي اشواك فيها ونقطعها مكعبات. ولو جربتوا الطريقه دي هتعجبكم وهتعتمدوها تعملوها على طول. بعد كده هنعمل الطحينه بتاعتنا. هنجيب كوبايه من الطحينه وكوبايه من الميه وننزل شويه شويه على الطحينه لغايه ما قوام الطحينه يخف معانا. وقوام الطحينه حسب الرغبه، حسب ما احنا حابينها، قوام تقيل او خفيف. هنحط نص كوبايه من الزبادي ورشه ملح، ومنزودش الملح عشان الرنجه، ومعلقه صغيره من الكمون والبابريكا، ونص معلقه من الشطه، وليمونه، و3 معالق من الخل. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض، وبكده خلصت معانا الطحينه. هنحط المكونات بتاعتنا مع بعض. هنستخدم فلفلايه صغيره من الاحمر والاخضر والاصفر، وممكن نكتفي بالاخضر، وبصلايه وسط، و2 طماطم من غير البذر، ولو هنشيلها في التلاجة ما نستخدمش الطماطم، وربع كوبايه من الزيت والخل والليمون، ومعلقه من الكمون والبابريكا، ونضيف الرنجه ونحط البقدونس اختياري. بعد كده هننزل بكميه الطحينه، والكميه حسب الرغبه. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض، وبكده خلصت معانا احلى سلطه رنجه هتعملوها. جربوها وبالهنا والشفا.